السلام عليكم. ولأن هدفنا الأساسي هو توصيل المعلومات من مصادرها، قررت أعمل سلسلة فيديوهات جديدة لأول مرة تتعمل. هتكون خاصة بتلخيص الكتب والأبحاث الزراعية بشكل مبسط، ولو الفكرة عجبتكم قولولي في الكومنت عشان نستمر. هنبدأ النهاردة بأول كتاب، هو استعمال شجر النيم في مكافحة الآفات. معاكم مهندسة أميرة طه. يلا بينا نبدأ. شجر النيم بيتسمى بشجر النيم أو شجر النيم الهندي أو الأزدرخت إنديكيا أو باسمه الإنجليش نيم تري. إيه الشجرة دي؟ أول حاجة نتعرف على الشكل الخارجي للشجرة. شجرة النيم دي من الأشجار سريعة النمو، يعني ممكن في خلال 8 سنين توصل لارتفاع 10 متر بقطر 20 سنتي. شكل الورق بتاعها مميز ومسنن، وده شكل البذور بتاعتها، شكل الثمرة اللي بتحتوي بداخلها على البذور. ومعلومة بمناسبة البذور إن الشجرة البالغة بتنتج حوالي 350 كيلو جرام من الثمار، اللي بتدي كمية بذور حوالي 30 كيلو جرام. وده شكل الأزهار بتاعتها، بتكون أزهار صغيرة ولونها أبيض، بتكون ليها ريحة مميزة. وشجرة النيم بتحتاج من 3 ل4 سنين عشان تبتدي تزهر، وفي الموطن الأصلي بتاع الشجرة بتظهر مرتين في السنة، مرة في شهر مارس ومرة في شهر سبتمبر. ايه هو الموطن الأصلي بتاعها؟ بتكون المناطق تحت الاستوائية في جنوب شرق آسيا، والمناطق الجافة والفقيرة في العناصر الغذائية. الإكسار بتاع شجرة النيم، الإكسار عن طريق البذور اللي بتبقى موجودة بداخل الثمرة. الثمرة دي بتكون شكلها شبه الزيتون شوية، بتكون موجودة في عناقيد، بيكون لونها أخضر فاتح وتتحول من الأخضر للأصفر لما بيتم عملية النضج. طريقة زراعة البذور بقى، بجمع البذور وبحطها في مية. المية دي لازم يكون فيها مطهر فطري، وبسيبها من 3 ل6 أيام عشان يسهل إزالة الطبقة اللحمية المحيطة بالبذرة. وهنقول كم معلومة كده تخص البذور والزراعة. البذور يعني بعد 21 ل30 يوم من الجمع بتبتدي حيوية البذور بتنعدم تماما، مش بتقل. البذور لازم تتزرع بعد 10 أيام ماكسيموم من الجمع. ازاي ازرع؟ بفضل الزراعة طبعا في تربة خفيفة. بزرع البذور دي على عمق من 1 ل2 سنتي. بعد كده بعمل تفريد للشتلات، لما الشتلة الواحدة عندي توصل طولها من 13 ل15 سنتي بعمل تفريد، يعني بحط كل شتلة في بوت أو شالية أو قصيص منفرد. وبعد كده لما بتوصل 30 ل40 سنتي ارتفاع ممكن أنقلها للأرض المستديمة عادي. امتى بقى بجمع البذور؟ بجمعها في عروتين. العروة الأولى ودي العروة الأساسية لأن فيها المحصول بيكون عالي، دي في يونيو وفي يوليو. العروة التانية في ديسمبر ويناير ودي مش مفضلة أوي. بعض استخدامات شجرة النيم بستخدمها في حاجات كتير جدا. بستخدمها في المجال الطبي، بستخدمها ان انا استخرج منها مواد فعالة، بستخدمها بعد كده في المكافحة الحشرية. بيتم زرعها في مناطق كتير قوي عشان تحميها من التصحر. بزرعها في المناطق الصناعية عشان هي بتمتص الغازات السامة والأتربة. طب أهم حاجة بقى إن بستخرج منها المواد الفعالة عشان أستخدمها كمبيدات حشرية. إزاي مبيدات النيم بتأثر على الحشرات؟ عندي كذا تأثير. أول حاجة التأثير القاتل، وده لما بعامل أي نبات بمستخلص النيم بيموت أي حشرة بتلمسه على الفور. في تأثير طارد، بيعمل زي عزل للنبات ده، ما بيخليش أي حشرات تيجي عليه. التأثير المنع للتغذية، بيأثر في فسيولوجي الحشرة نفسها وبيخليها ما بتتغذاش وبالتالي بتموت، وده تم إثباته على حشرة الجراد سنة 1962. التأثير على الكفاءة التناسلية وفأس البيض، بيأثر بكذا طريقة، وممكن ان هو ينتج لي حشرات من البيض، بس حشرات بالغة مشوهة مش قادرة على الإنجاب ومش قادرة على تكملة حياتها فبالتالي بتموت. انخفاض قدرة الحشرات على وضع البيض، انخفاض نسبة فأس البيض نفسه، بيأثر على عملية الانسلاخ والنمو، بيعمل انخفاض في معدل خروج الحشرة الكاملة من العذراء. ممكن ان هو يعمل لي خلل في بعض العمليات الفسيولوجية المرتبطة بالجهاز العصبي، بيعمل زي اضطراب عصبي للحشرة وبيؤدي في النهاية للموت برضه.
طب ايه هي مميزات مستخلص النيم اللي هتخليني استخدمه هو ومستخدمش مركبات تانية؟ اول حاجة ان هو فعال جدا وبيأثر على عدد كبير من الحشرات، سواء كانت الحشرات دي ثاقبة مصة زي المن والتربس والذبابة البيضاء او حشرات قاردة. تاني حاجة ان هو مبيد جهازي. يعني ايه مبيد جهازي؟ يعني اول ما برشه على النبات بيمشي مع عصارة النبات، وبالتالي بيوصل لكل نقطة في النبات، واي حشرة سواء بتتغذى على الاوراق على الساق على البذور حتى، فبتوصل لها المبيد ده وفي الاخر بيأثر عليها وبتموت. امن جدا للانسان والزراعة العضوية. طبعا عارفين ان الزراعة العضوية ما ينفعش نستخدم فيها مواد كيميائية، بس ده امن جدا لانه مستخلص من نبات. اخر حاجة هو سريع التحلل ومش بيسيب اي تراكم او اثر سلبي في التربة او الثمار. طب ازاي بقى احضر المبيد الجامد ده؟ وبعد كده بستخلص منها البذور زي ما قلنا الطريقة، بننقع في المية طبعا، وبعد كده بجمع البذور دي وافردها على خيش او ورق جرايد، وبس المهم تكون طبقة رفيعة جدا ويكون في مكان ظل، وافضل اقلبها باستمرار لمدة من 3 ل5 ايام لحد ما اضمن تمام الجفاف. الخطوة اللي بعد كده ان انا بطحن البذور دي عشان احولها من بذور لبودر. كل 500 جرام من البذور بضيفهم على 10 لتر مية. كل 500 جرام بعد ما اطحنهم بضيفهم على 10 لتر مية، وبقلبهم وبتأكد من تمام الذوبان. بسيب المحلول ده من 4 ساعات ل 12 ساعة، وبكده بيكون المبيد جاهز للاستخدام. بعد 4 ساعات ل 12 ساعة بصفي المحلول من أي شوائب فيه، وبعد كده بحطه في البخاخة أو في الرشاشة وببدأ أعامل بيه النبات. بس في كام نقطة لازم نراعيهم واحنا بنستخدم المبيدات. لازم احافظ على المبيد بعيد عن الحرارة والضوء لانه بيكسر المواد الفعالة فيه. ومن الحاجات اللي لازم اراعيها برضو ان انا استخدم المبيد قبل 24 ساعة، لان كده هيتخمر وهيعمل لي اثر عكسي على النبات. تاني حاجة هي التأثير بتاع مبيد مستخلص النيم بيستمر من 7 ل 10 ايام على النبات. لازم استخدمه مرتين على الاقل عشان اضمن نتيجة فعالة. وبكده يكون خلصنا تلخيص اول كتاب، وهسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس، ممكن تحملوه. ولو حابين نكمل في السلسلة دي قولوا لنا. يا رب تكونوا استفدتوا.